ما أن بدأت زخات المطر بالهطول على مدينة بعقوبة حتى تفاقمت معاناة النازحين كثيرا، والذين يتخذون من هذه الكرفانات بمعسكر سعد مسكنا لهم. هذه المرأة تصف حياة المهجرين هنا بأنها لا تختلف عن حياة السجناء، فهي مليئة بالذل حسب تعبيرها. لا يسمحون لهم بالعودة رغم تطهير مناطقهم منذ فترة طويلة. بيتك وين اللي قاعد يعيش الذل؟ احنا مسجنين، هاي حالة بهالطين في المطر، بيوتنا راحت، يعني كنا وين مرتاحين، يعني هي هسه حالة. يعني ليش ما قالوا نرجعكم ونرجع المهجرين ورجعت كل المغدادية، وهي ربع من المغدادية ما راده، هسه هاي كلها نصها من المغدادية ما راده. هسه والله وضع هو هذا الوضع الطين، وهو اللي شفنا محبسين وبهالطيانة مو وضع، والله سجناء احنا هسه عينه. والله ما تراد. هاي اللي شوف هسه شينا تحل من المدارس حال الضام حالها من الطين، احنا واشفين بهالطين ونخبز، ما تراد والله علينا كل يوم بسنه. أما هذا الرجل فهو يأمل بقضاء ما بقي له من العمر بمنطقة سكناه ناحية جلولة الآمنة منذ فترة طويلة. اي والله بهدله الجهال هذا، وبهن قاموا نقطن همينا. والله تعرف الديره هناك ديرتنا ديره والده، والجيران الجار شويه صعبه، اذا والله ردتنا على مود الجيران، واحد يرد على جاره، وتعرف هاي المواد الغذائيه هم نقلناها هي، نرد عاد نستكن هناك منطقتنا اللي عنده زرع عنده حليلات عنده شيء ويعيش والله كريم. وللأطفال النازحين حصة من الوجع والآلام تتفاقم مع رداءة الأجواء وزخات المطر كثيرا. أنا كيف أرجع لمنطقتنا مالت قبل خانقين، هناك عيشتنا حلوة والمدرسة حلوة، هنا طين ومطر وكرفانات. القوات الأمنية تتحدث عن تطهير أغلب مناطق محافظة ديالى، ولأجل ذلك يأمل المهجرون بالعودة إلى الديار، فأوضاعهم بائسة هنا صيفا وأكثر بؤسا شتاء مثل ما يتحدثون. من معسكر سعد وسط قضاء بعقوبة، هادي العنبقي، الحرة.